بزاف ديال الدراري والدريات ما غتعجبهمش هذاك الشيء وغتجيهم قاصحه بزاف، وبالاخص الناس اللي مبليين، حيت هاد لا فيديو غنديروا عليها البليه. ولكن ما غاديش نتعاطف معاكم ولا نقول مساكن، بالعكس غنقول الهضره اللي خاصك تسمعها واللي كان خاصك تسمعها من قبل، حيت بزاف ديال الشباب كيطيحوا في البليه وكنعرفوا باللي هاد الطريق ماشي سهله. ولكن راه خاص الواحد يسمع الهضره اللي تنفعو ماشي الهضره اللي تخليه غارق. الحشيش ولا اي نوع ديال البليه راهم غير المهم كتبغي تحل به المشاكل، ولكن في الحقيقه المشاكل كتكبر وما كتحلش بهذه الطريقه. اليوم بغيت نهضر في الاسواق حيت اللي كيهمني هو مصلحتكم، ونقدم لكم النصائح اللي في المستوى. ما عليك انت الا تاخذ شي كاس ديال القهوه وتشبع معايا حتى الاخر. هذا الشاب مغربي بسيط كيعيش حياته عاديه ما بين الدار والقرايه، ما كانش كيتصور انه شي نهار يلقى راسو غارق في طريق المشي ديالو. كان ولد الناس وطموح ومربي، ولكن الظروف خلاتو يعيش شويه ديال الضغط، مشاكل في الدار، صعوبات في القرايه، وزيد عليها الشعور بالوحده. واحد النهار تعرف على شي صحاب جداد في الحومه، كانوا كيضحكوا بزاف ديما النشاط والسوق. على كيسحاب لي ان الدراري ما عندهمش المشاكل اللي كيعاني منها هو، بداو كيجروه معاهم في الجلسات ديالو وبلا ما يحس، ولا هو كيمشي معاهم كل نهار. في الاول كان كلشي بخير، غير الطالحه والضحك والزار هاد الدريات، ولكن مع الوقت بداو هاد الصحاب كيشعلوا الحشيش قدامه وكيقولوا لي علاه جرب غير مره، ما فيها باس غتحس براسك مرتاح وتنسى الهموم ديالك. في الاول كان كيرفض، ولكن الفضول بدا كيقتل فيه، وزيد عليها الالحاح ديالو، وبقاو كيبيعوا العجل. واش انت خايف؟ راه غير مره وحده صاحبي، راه الدريات وكيديروا هادشي مالك خوافه صاحبي. نهار قرر يجرب، حس بشي احساس مختلف، كلشي بدا كيبان ليه ساهل، المشاكل تنساش ولو غير ساعه وحده، ولكن داك الاحساس اللي خلاه يحس براسو مرتاح كان اكبر قالب العلال. كل مره كان كيحس بالضغط كان كيقول مع راسو علاش لا غير مره وحده اخر. ومع الوقت المره ولات مرات، والحشيش ولا جزء من حياته اليوميه. القرايه طاحت، العلاقه من العائله فزدات، وحتى الناس اللي كانوا كيعرفهم بداو كيبعدوا عليه، والصحاب اللي كان كيشوفهم خوتو بداو كيطلبوا منه فلوس، واحيانا كيشجعوه يجرب حاجات كثر. واحد النهار علال لقى راسو بوحدو كيشوف حياته اللي كانت قدامه كيفاش ولات. علال اللي كان من القرايه للدار ولا ما كينعش وما كيدخلش للدار كاع. القرايه ضاعت، العائله ديالهم مقلقه وجيبو ديما خاوي، بدا كيصور راسو فين كنت وفين وصلت، ولكن هذا هو المستقبل اللي كنت باغيه. وكما العاده خاي علال غنعطيك الحل باش تقطع هذا البليل. وقبل ما نبدا طرحت مع راسي واحد السؤال، هو الناس علاش كيتبلاو؟ كاين اللي كيقول المشاكل، وكاين اللي كيقول قله العقل، وكل واحد شنو كيقول وشنو التبرير اللي كيعطي راسو. ولكن انا ما غاديش نكذب عليك وغنقول لك الحقيقه ديال كيفاش بنادم كيتبلا. ولا انت كنتي راجل وما فيكش تكذب بغات تنزل دابا واش كتهضر شي في كومونتيرات. الدافع الاول اللي كيخلي الاغلبيه دوز البليه هو الضعف الشخصيه. بنادم كتكون شخصيته ضعيفه ما قادرش يفرض راسو في المجتمع اللي هو فيه، هادشي اللي كيخليه يدير شي لعيبه باش يبان واعر وتخلي الناس يحترموه. حيت بالنسبه لي هو الا شد كارو وقف قدام صحابو ولا قدام السطاج راه شي حاجه واعره. تعاطي المخدرات في المغرب كيكون بسبب عده اسباب مختلفه، من بين هاد الاسباب كاين الفراغ والملل، حيت الناس اللي كيحسوا بالملل او عندهم وقت فراغ كبير في حياتهم كيحاولوا يملؤوه بتعاطي المخدرات. كاين ايضا الضغط النفسي الناتج عن الدراسه او العمل، حيت الشباب كيظنوا ان المخدرات غادي تساعدهم يواجهوا هاد الضغوطات. بزاف الناس كيقلدوا الاخرين او يشبهوا قدام صحابهم بانهم كيستهلكوا المخدرات كجزء من ستايلهم الاجتماعي. كما ان غياب الوعي بالعواقب ديال تعاطي المخدرات كيجعل بعض الاشخاص خاصه الشباب يجربوا بدون ما يعرفوا خطورتها. واخيرا الظروف العائليه القاسيه مثل العنف الاسري او فقدان احد الوالدين كتخلي الشخص يلجا للمخدرات كوسيله للهروب من الالم النفسي، وهذا الشيء غير ما كيزيد يعقد الامور، وهذا الشيء كامل كيدل على انك عارف من الواقع ديالك. ودابا هاد اللحظه خير اللي نعطيك واحد مجموعه من الحلول، ومنها واحد الحل عن تجربه ديال واحد الشخص كنعرفه. خاصك تعرف على ان الحل ماشي مستحيل، وان التغيير ممكن في كل لحظه الا كانت عندك الاراده. البدايه ديالك خاصك تكون صادق مع راسك، وانك تبغي تبدا حياه جديده بلا خوف وبلا رجوع للوراء. بعد هاد القرار خاصك تمد يد المساعده لشخص كتثق فيه، بحال فرد من العائله او صديق مقرب او حتى شي مرشد نفسي، وتهضر معاه بصراحه على اللي كتعاني منه. الدعم اللي غادي تلقاه غادي يعطيك القوه باش تواجه. من بعد حاول تملأ وقتك بانشطه جديده كتعجبك وتخليك تشعر بالراحه، بحال الرياضه، تقرا كتوبه، تسمع شي بودكاست زوين، او اي هوايه كنتي كتحلم تجربها. هاد النشاطات غادي تعاونك تفرغ الطاقه السلبيه وتلقى متعه جديده تعوضك على اللي كنتي كدير. ما تنساش انك ماشي بوحدك في الطريق، زائد كاين مراكز علاجيه ومختصين جاهزين يوقفوا معاك خطوه بخطوه بلا ما تحشم ولا تخاف من الحكم ديال الناس. الاهم هو انك تبقى علاقتك باي حاجه واي شخص ممكن يرجعك للطريق القديم، وخاصك تحط راسك بناس ايجابيين اللي كيشجعوك على التغيير، وخاصك تعرف باللي كل صباح هو فرصه جديده باش تبني حياتك، وكل خطوه صغيره كتحطها هي انتصار كبير. امن بنفسك، امن بانك اقوى من الادمان، وبان حياتك تستاهل تعيشها وبصحه وسعاده. ودابا غنقول لك واحد التجربه ديال واحد الشخص مقرب كيفاش حتى قطع البلي. هذا الشخص حتى هو كان مبلي وكان تيقول خاصني نقطع في الاول، جرب بزاف ديال الطرق ولكن ما قدرش يقطع، حتى طاح على واحد الخدعه، هي انه كان ديما تيخلي يجيبو عامر بالزريعه ولا شي حاجه ياكلها، وفين ما كيتفكر ديك البليه كان تيجبد من جيبو ديك الزريعه ويبقى ياكل حتى كينسى القطعه اللي كتجي. والله يعفو على كاع الدراري اللي مبليين، والله يشافي كل واحد. ما تنساوش الدراري الى عجبكم الفيديو من التشجيعات ديالكم شي لايك وتعليق زوين، وما تنساش تابونا عندي فلاشين.